السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاية اقول لكم على وصفة الحنة للشعر. الحنة يا بنات للشعر اهي. انا عملت الوصفة وغليتها. انا نسيت ان انا اوريكم معايا الوصفة، نسيت اصور لكم. الحلة سخنة. نسيت اصور لكم الوصفة. هنا جبت ورق لورا، ورق في ناس بتسميه ورق غار، ورق لورا وهو بتاع اللي احنا بنعمل بيه الاكل. وجبت روزماري اهو، ده ب5 جنيه يا بنات، وده برضو ب5 جنيه، دول كده ب5 جنيه. وجبت حبة البركة، الحبة السوداء ب5 جنيه اهو. وجبت قرنفل اللي هو اللي بيقولوا عليه المسمار، قرنفل. القرنفل حطيته كله عشان ب5 جنيه بيبقى حبة صغيرين كده. هنا بقى سخنت حبة مية، ورحت جاية حطيت معلقة قرنفل مع معلقة حبة البركة، معلقة روزماري، معلقة ورق لورا، وحطيت بصل بقشره يا بنات اهو. استنوا ثواني اوريكم هو بقشره ولا لا، ثواني. هو اهو حطيت البصل بقشره اهو، مفيد جدا للشعر وتساقط الشعر. الوصفة دي لتساقط الشعر وتطويله. بصل اهو مع كركديه، معلقة كركديه. وانتي لو عندك قشر رمان حطي منه، حتى قشر رمان عادي، يكون رمان يعني انتي عادي جايباه من السوق والعيال واكلينه، حطي منه قشرتين. او قشر رمان ناشف من عند العطار، هتحطي قشرتين معاهم، وتحطي بقى الميه السخنه على الخلطه، وتحطيهم ياخدوا قلبه على النار. اول ما ياخدوا قلبه تروحي طافيه عليهم، وبعد كده بتصفيه ونعجن بيه الحنه. ثواني بقى انا هصفيه وهرجع اوريكم انا هعجن بيه الحنه ازاي. بصوا هنا صفيت المنقوع، صفيته اهو. ودي الحنه اهي، هي دي الحنه. بس بصوا يا بنات، اهم حاجه تكون الحنه اصليه، ما تكونش حنه فيها تراب، فيها قش، فيها الكلام ده كله. لان لو الحنه مش اصليه ونظيفه معاكي، هتقلب معاكي طريقه عكسيه لشعرك جدا، وهتبوظ شعرك وهتدمره. المهم اهم حاجه تكوني جايباها حنه انتي واثقه منها، او حنه مستورده، او حنه من بره. لو ليكي حد بره في بلاد بره بتبقى الحنه بتاعتهم جميله قوي يا بنات. هنا انا جايبه اهو الحنه اهي، دوت كيلو، بس كنت واخده نص كيلو، بس كنت واخده منه حبه. وهنا جبت الطبق اللي هعمل فيه، هفضي حبه حنه وهخلطها بيه. بس قبل ما اخلطها هلبس جوانتي عشان انا مش عايزاها يعني تطبع في ايدي. بصوا يا بنات، هنا انا حطيت الكميه اللي تناسب شعري. انا شعري صغير، شعري قصير شويه. حطيت الكميه اللي تناسب شعري وهعجن بيها اهو. بصوا هعجن بيها. معلش بس التليفون بيتهز مني عشان ما فيش حد ماسك لي التليفون ومعيش حامل، تحتاج تاني. طب بصوا انا هعجنها وهوريها لكم. هنا بقى بصوا، هنا عجنتها اهو. انا عجنتها اهو على حسب ما انت حابه، يعني السمك بتاعها على شعرك. انا عجنتها كده ماشي. انا بقى عندي هنا وصفه انا كنت عاملاها بتاعت زيت الزيتون اهي يا بنات، لو شايفينها، مش عارفه شايفينها ولا لا. زيت الزيتون بقرنفل بالثوم، هرجها كده، هرجها وهفتحها. ثواني عشان مش عايزه تتفتح وانا ايديا التانية متدهوله، هنضطر ان احنا ندهول دي كمان، مش مهم نبقى نغسلها. هنا انا هحط منها، دي بتمنع برضو التساقط وبتمنع كل حاجه. انت لو عايزاه بقى تدي لون ما تحطيش زيت زيتون والكلام ده، بس انا بقى مش عايزاها تدي لون في شعري. هحط منها حبه كده، احط منه بس كده كفايه قوي، وهقلبها. اديته لمعه اهو، اديت الحنه، لا ادى الحنه لمعه. يا بنات الحنه قبل ما تحطيها على شعرك لازم تخمر ساعتين، ساعتين بالظبط، عشان يعني تعالج شعرك. خمريها ساعتين في الشمس، في حته تكون مثلا يعني
حته تكون فيها شمس تخليها تخمر. انا هنا هلفها بورق استريتش، عندي ورق استريتش، هلفها بورق استريتش واحطها تخمر ساعتين وبعد كده هستعملها على شعري. اللي حابب يسال بقى على الوصفه ديت يكتب لي في التعليقات وانا هقول له الوصفه دي انا عملتها ازاي. وعلى فكره يا بنات جميله قوي للشعر، بتمنع التساقط وحلوه قوي، هو حمام يعتبر حمام زيت بتعمليه على شعرك. اللي حابب يسال عليها يقول لي وانا هكتب له في التعليقات. مع السلامه. اهي بنات انا كده عملتها بالاستريتش، قلت اما اوريها لكم يعني. لو عندك ورق سلوفان ممكن تعمليها بورق السلوفان. انا عملتها بالاستريتش وهحطها في البلكونه في الشمس تخمر. ولو حد حابب يسال على اي حاجه يكتب لي يا بنات في التعليقات وانا هرد عليه. مع السلامه.